تخيل معايا انك عايش حياتك كلها من غير ما تمسك دولار واحد في ايدك، بس في نفس الوقت حياتك كلها مربوطة بيه، من اسعار الاكل والشرب لحد البنزين، ومن التجارة العالمية لحد ديون بلدك. الدولار النهاردة هو عملة الاحتياطي الاولى في العالم، بس الغريب انه اصل الحكاية دي مش امريكي خالص. خليني احكي لك القصة. قبل ما يبقى في حاجة اسمها الولايات المتحدة الامريكية اصلا، كان في اوروبا عملة فضة مشهورة جدا اسمها التالر. الكلمة دي اصلها الماني، وكانت بتتقال على عملة فضية ضخمة اتصنعت اول مرة في القرن ال16 في ألمانيا. مع الوقت ومع تداول العملة دي على نطاق واسع في وسط أوروبا، الاسم نفسه ابتدى يتغير من تالر لحد ما بقى قريب من دولار بالإنجليزي. يعني ببساطة الدولار اللي ماسك الاقتصاد العالمي النهاردة مش فكرة أمريكية أصلا، وهو في الأصل ابن شرعي لأوروبا القديمة. لكن هنا بيجي السؤال، إزاي العملة الأوروبية دي وصلت للعالم الجديد اللي لسه بيتشكل؟ في القرنين ال16 وال17 أسبانيا كانت واحدة من أكبر الإمبراطوريات على سطح الكوكب. مستعمراتها في أمريكا اللاتينية زي المكسيك وبيرو وبوليفيا، وكانت مليانه مناجم فضه. والاسبان استغلوا الثروه دي بشكل جنوني، لدرجه انهم طبعوا كميات كبيره جدا من عمله فضيه اسمها البيزو الاسباني، او زي ما كان بيتقال عليها وقتها سبانيش دولار. العمله دي انتشرت بشكل واسع جدا، مش بس في امريكا اللاتينيه لكن كمان في التجاره الدوليه. طب ده ليه؟ لانها كانت عمله موحده ووزنها ثابت، وكمان بتتصنع من فضه نقيه، وبالتالي التجار في كل مكان كانوا بيثقوا فيها. لكن لما امريكا اعلنت استقلالها عن بريطانيا سنه 1776 حصلت مشكلة ضخمة جدا. الدولة الجديدة دي ما كانش عندها نظام نقدي واضح. الناس كانت بتتعامل بمجموعة عملات مختلفة، شوية عملات بريطانية، شوية عملات اسبانية، وعملات فرنسية، وحتى سلع زي التبغ والحبوب في بعض المناطق. يعني من الاخر كان في فوضى في الفلوس. في وسط الحرب الثورية ضد بريطانيا، الكونجرس القاري حاول يحل المشكلة دي، فاصدر ورقة نقدية اسمها الكونتيننتال. النية كانت كويسة، هنوفر وسيلة موحدة للتمويل والصرف، لكن التنفيذ كان كارثي. ليه؟ لأن الكونجرس طبع كميات ضخمة جدا من العملة دي ومن غير غطاء حقيقي من الذهب أو الفضة، والنتيجة الطبيعية التضخم انفجر، والعملة فقدت قيمتها بسرعة رهيبة، لدرجة إن الأمريكيين وقتها اخترعوا مثل شعبي عن العملة دي، وكانوا بيقولوا not worth a continental، يعني ما تسواش حتى ورقة كونتيننتال. وده بيوضح قد إيه الناس فقدت الثقة فيها. بعد الاستقلال وانتهاء الحرب، المؤسسين واجهوا تحدي أكبر، إزاي يأسسوا نظام نقدي رسمي للدولة الجديدة. في 1792 الكونجرس الأمريكي حط قانون مهم جدا اسمه قانون سك العملة، والقانون ده عمل حاجتين: أسس دور سك العملة الأمريكية، والأهم إنه أعلن إن الدولار بقى العملة الرسمية للولايات المتحدة. وطبعا اسم الدولار ما كانش جاي من فراغ، الكلمة أصلها من تالر الألمانية، واللي اتنقلت لأسبانيا باسم سبانيش دولار، وكانت أكتر عملة مستخدمة وموثوقة في السوق الأمريكي وقتها. القانون كمان حدد إن الدولار الجديد هيتبني على المعيار المعدني، يعني 35 دولار بيساوي أونصة ذهب، معايير واضحة للذهب والفضة اللي بيمثلوا قيمة الدولار. القرار ده كان ذكي جدا، لأنه ربط العملة الجديدة بثقة حقيقية في المعادن الغالية، مش مجرد ورق مطبوع من غير قيمة. أول دولار أمريكي فضي اتسك سنة 1794، والقطعة دي النهاردة نادرة جدا، وفي 2013 واحدة منها اتباعت بأكتر من 10 مليون دولار. لحد القرن ال18 أمريكا قدرت تأسس عملة وطنية اسمها الدولار، وتربط قيمته بالذهب والفضة، وتبدأ تبني الثقة فيه محليا. لكن بالرغم من كده الوضع الاقتصادي ما كانش مستقر. كل ولاية كان عندها بنوكها المحلية، واللي بتطبع أوراق خاصة بيها، والورق ده ساعات ما كانش بيبقى ليه قيمة في ولاية تانية، وده عمل فوضى اقتصادية ضخمة وخلى الناس تفقد الثقة في الورق الموجود. الأزمة دي فضلت مستمرة لحد ما بدأت الحرب الأهلية الأمريكية، واللي استمرت من 1861 ل 1865. والحرب دي كانت نقطة التحول الكبيرة في تاريخ الدولار. الحكومة الاتحادية كانت محتاجة تمويل ضخم علشان الحرب، فقررت والأول مرة إنها تطبع عملة ورقية بكميات كبيرة من غير ما يبقى وراها ذهب أو فضة. العملة دي اتسمت جرين باكس بسبب لونها الأخضر اللي لسه موجود في الدولار لحد النهاردة. لكن في نفس الوقت الكونفدراليين عملوا نفس الحاجة، طبعوا كميات ضخمة من أوراق نقدية بدون غطاء، والنتيجة تضخم هائل وفقدان للثقة في الفلوس، وأسعار بتولع بشكل ما حصلش قبل كده. وبعد الحرب الأهلية الحكومة الفيدرالية حاولت تظبط النظام، وبدأت تظهر فكرة إن لازم يبقى فيه مؤسسة مركزية واحدة تتحكم في المعروض النقدي وتدي استقرار أكتر للعملة. لكن الموضوع ما كانش سهل، خصوصا مع وجود المعارضة اللي كانوا شايفين ان وجود بنك مركزي معناه سلطة كبيرة جدا في ايد الحكومة. كل الاوراق النقدية كان عليها صور لرموز امريكية ورؤساء، واللي لسه موجودة لحد النهاردة ان صور الرؤساء على الدولار مش مجرد ديكور، لكنها كانت رسالة للناس ان العملة دي مدعومة من الدولة، مش ورق ملوش قيمة. وفي بداية القرن العشرين الاقتصاد الامريكي كان بينمو بسرعة رهيبة، المصانع بتزيد والتجارة العالمية بتتوسع، والبورصة في نيويورك بقت مركز مالي ضخم. لكن مع النمو ده بقى فيه مشكلة
كبيرة. الأزمات المالية كانت بتحصل بشكل متكرر جدا، أكبر مثال على ده كانت أزمة 1907. في السنة دي البنوك الأمريكية تعرضت لانهيار شبه كامل، الناس فجأة جريت بتسحب فلوسها من البنوك، والأسواق انهارت والشركات وقعت واحدة ورا التانية. وسط الفوضى دي مين اللي أنقذ الاقتصاد الأمريكي؟ ما كانتش الحكومة، ده كان رجل أعمال واحد، الأسطورة المالية جي بي مورجان. الراجل جمع كبار رجال الأعمال في بيته وقعد يقنعهم ان كل واحد لازم يحط جزء من ثروته علشان ينقذ البنوك، وفعلا وبخطوه فرديه انقذوا النظام المالي. لكن المشهد ده عمل صدمه للراي العام والسياسيين، ازاي اكبر اقتصاد في العالم يعتمد على رجل اعمال علشان ما ينهارش؟ من هنا ظهرت القناعه ان لازم يبقى فيه بنك مركزي، وبالفعل سنه 1913 يتاسس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي، ودي كانت لحظه فاصله في تاريخ الدولار. الاحتياطي الفيدرالي بقى هو الجهه الوحيده اللي ليها الحق انها تطبع الدولار وتتحكم في المعروض النقدي. معناه الحكومة الأمريكية بقى عندها أداة قوية للتحكم في الاقتصاد وتفادي الأزمات اللي كانت بتحصل قبل كده. في الفترة دي الدولار بدأ ياخد شكل أوضح كعملة وطنية موحدة. الأوراق المالية الجديدة كان عليها ختم الاحتياطي الفيدرالي، والناس ابتدت تحس بثقة أكبر فيها. لكن على الرغم من كده الدولار كان لسه مربوط بالذهب، يعني أي ورقة دولار ممكن تتحول لذهب في أي وقت، وده اللي بيدي ثقة عالمية في العملة. ولازم نفتكر إن دخول أمريكا في الحرب العالمية الأولى كان له دور كبير. أوروبا كانت بتصرف بشكل ضخم على الحرب، فبدأت تعتمد على القروض من أمريكا، ومعاها بدأت مكانة الدولار تكبر على مستوى العالم. وفي 1939 أوروبا كلها بتتحارب، بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، كل يوم حرب، يعني مصانع مهدومة ومدن محروقة وبنوك فاضية. عشان كده الدول دي كانت محتاجة أكل وأسلحة وبترول، وساعتها أمريكا كانت البنك اللي بيمول كل ده. من 1939 ل 1941 وقبل ما تدخل الحرب بشكل مباشر كانت أمريكا بتبيع أسلحة ومعدات للحلفاء. بريطانيا لو احتاجت سفن أو دبابات بتدفع ذهب، فرنسا لو محتاجة أكل وإمدادات تدفع ذهب، وده خلى مخازن أمريكا تتملي بالذهب. تخيل معايا سنة 1944 أمريكا بقى عندها حوالي تلتين ذهب العالم كله، يعني أي دولة محتاجة حاجة بعد الحرب لازم تروح لأمريكا. والعالم بقى محتاج نظام اقتصادي جديد. بعد ما الحرب انتهت بقى في مشكلة، أوروبا متدمرة بالكامل واليابان كانت تحت القصف. حتى الاتحاد السوفيتي ورغم انتصاره كان مرهق اقتصاديا. العالم كله واقف على حافة أزمة اقتصادية جديدة لو ما تعملش نظام يحكم التجارة والأسواق. وفي شهر يوليو سنة 1944 طلعت فكرة مؤتمر عالمي، وهو مؤتمر بريتن وودز، واتجمع 44 وفد من دول العالم في مدينة صغيرة اسمها بريتن وودز. الاجتماع استمر أسابيع، واللي خرج منه هو خطة عبقرية، لكن كمان كان بيصب في مصلحة أمريكا. كل عملة في العالم هتتربط بالدولار الأمريكي، يعني لو أنا معايا جنيه مصري قيمته هتتحدد بالنسبة للدولار، والدولار نفسه هيبقى مربوط بالذهب. كل 35 دولار بيساوي أونصة ذهب، وأي دولة في العالم معاها دولارات تقدر تروح أمريكا وتاخد مكانها ذهب. وكمان هيعملوا مؤسسات اقتصادية عالمية جديدة زي صندوق النقد الدولي عشان يحافظ على استقرار أسعار الصرف ويقرض الدول اللي بتواجه أزمات، وكمان في البنك الدولي عشان يساعد في تمويل مشروعات إعادة الأعمار بعد الحرب. فمثلا بريطانيا بعد الحرب اقتصادها كان منهار، فبدأت تقترض من صندوق النقد، والعملة بتاعتها الجنيه الاسترليني اتربطت مباشرة بالدولار. فرنسا نفس الوضع، عملت إصلاح اقتصادي كبير لكن مكانتها ما عرفتش ترجع زي زمان. واليابان عملتها الين اتربطت بالدولار، وده اللي ساعدها انها تستقر وتبدأ رحلة النمو الاقتصادي في الخمسينات. حتى مصر كمان اللي الجنيه بتاعها كان قوي جدا وقت الحرب بدأ يتحدد قيمته بالدولار بدل الذهب. طب ليه أمريكا كسبت أكتر من الكل؟ لأنها كانت الدولة الوحيدة اللي عندها ذهب يغطي الدولار، لأنها خرجت من الحرب أقوى اقتصاديا وصناعيا، ولأنها قدرت تخلي العالم كله محتاج ورق مطبوع عشان يشتري أي حاجة. ومع بداية عصر الدولار من بعد 1944 الدولار بقى رسميا عملة الاحتياطي العالمي والعملة الرسمية في التجارة الدولية، الوسيلة اللي أي دولة لازم تحتفظ بيها في البنك المركزي عشان تدخل السوق العالمي. والنتيجة وخلال سنين قليلة الدولار سيطر على التجارة والقروض وحتى مدخرات الناس. لكن النظام ده كان مبني على وعي، لأن أمريكا فعلا هتدي لأي حد ذهب مقابل إن هو يديها دولارات. الوعد ده هو اللي هينفجر في السبعينات. فبعد ما اتفقوا في بريتن وودز إن الدولار هيبقى مربوط بالذهب وباقي العملات هتبقى مربوطة بالدولار، أمريكا بقت بنك العالم. طب ليه الدولار كان مريح الكل؟
لان اي دوله كانت محتاجه استيراد او تدفع ديونها كانت بتستخدم الدولار، ده غير ربط الدولار بالذهب اللي ادى ثقه كبيره في العمله. العالم كله كان بيحس ان هو معاه دولار يعني معاه ذهب. وبعد الحرب العالميه الثانيه امريكا بدات برنامج مارشال سنه 1948 وضخت مليارات الدولارات لاعاده اعمار اوروبا، وده ساعد اوروبا تقوم من جديد. وفي نفس الوقت نشر الدولار في كل مكان، يعني اوروبا رجعت للحياه بفلوس امريكيه وبالاخص بالدولار الامريكي. لكن بمرور الوقت امريكا بدات تواجه معضله، كانت بتطبع دولارات كتير علشان تمول انفاقها الداخلي وحروبها، خصوصا حرب فيتنام في الستينات. كمان صرفت كتير على البرامج الاجتماعيه زي خطه المجتمع العظيم مع الرئيس جونسون، والنتيجه ان بقى في كميات ضخمه من الدولارات في العالم، اكبر بكتير من احتياطي الذهب اللي عند امريكا. لكن الدول بدات تلاحظ، ففي سنه 1965 فرنسا بعتت سفينة حربية أمريكية محملة بالدولارات ورجعت بذهب من الاحتياطي الأمريكي. ودول تانية زي ألمانيا واليابان بدأت تعمل نفس الحركة رغم إنه مش هيبقى مربوط بالذهب. فاعمل شير وسبسكرايب علشان تعرف إيه اللي هيخلي الناس مربوطة بالدولار رغم إنه مش هيبقى مربوط بالذهب.